السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم متابعيني. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيكة الاسفنجية العادية خالص بطريقة ناجحة، وقد ايه هي هشة وخفيفة وسكرها مظبوط وطعمها حاجة كده من الاخر، وبمكونات بسيطة وموجودة في اي بيت عندنا. اول حاجة عندنا 3 كوبايات من الدقيق الابيض المتعدد الاستخدامات المنخول، كوبايتين من السكر، 4 بيضات، كوباية من الزيت، وكوباية من عصير البرتقال. ممكن نستبدل عصير البرتقال بكوباية لبن، وممكن نخلي الكوباية نصها لبن ونصها عصير برتقال زي ما نحب. هنبتدي بضرب البيض الاول في الخلاط عادي ومن غير عجان ومن غير اي حاجة، بأبسط مكونات موجودة. وبعد كده هننزل بالسكر. انا مش بعمل كوبايتين كبار، ممكن بخليهم حوالي كوبايتين الا ربع كده، بحيث ان السكر انا بحبه قليل. لكن لو حابه السكر تمام عالي شويه، كوبايتين هيبقى كويس قوي، لا عالي ولا هادي. دلوقتي ضربنا كمان السكر ونزلنا بالزيت، وهننزل بعصير البرتقال، وكمان هنحط معلقة من الخل الابيض. يا جماعة حلو جدا في الكيكة، بيساعد على ان الكيكة بتكون يعني بيديها هيشان وبيديها طراوة وحلو جدا. وكمان هندي فانيليا. وهنبتدي بقى الدقيق، انا ضايفه عليه كل المكونات، كيس كيك شيف وكيس بيكنج باودر، وحاطه عليه كمان يعني تقريبا نص او ربع معلقة صغيرة من الملح، بتعادل السكر وبتكون بتفرق جدا في الطعم. وحاطة معلقة كبيرة من النشا بيخلي مسام الكيكة مقفولة وبيخليها متماسكة وحلوة جدا. وهنبتدي بقى ان احنا المكونات دي كلها نخلطها بالمضرب البيض اليدوي العادي جدا. هنحط السوائل عليها وهننزلها واحدة واحدة علشان ما تكلكعش معانا، ونلفها بالمضرب. انا بلف باتجاه عقارب الساعة وبعكس اتجاه عقارب الساعة، بحيث ان انا اضمن ان هي مفيش كلكعة، وكل الخليط هيبقى متجانس معانا، ومفيش دقيق كده في الجوانب او في اخر البولة واقف ولا اي حاجة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ده بقيت الخليط كمان حطيته، هو الخليط بتاعها كده بيكون مظبوط. جبنا الصينية ودهناها بالزيت، هي تقريبا مقاس 25، ودهناها بالزيت. وهنبتدي نصب بقى فيها الخليط بتاع الكيك اللي معانا كده. هنخلص الكمية كلها، وهندي للصينية كده ايه خبطتين كده علشان نخرج الهواء منها. هنشغل الفرن بتاعنا ونحط الكيك، وهنظبط الساعة بتاعتنا على من 25 ل30 دقيقة على حسب الفرن. وبعدين الكيكة خرجت بالشكل الجميل ده، متماسكة وهشة وزي الفل وما فيهاش اي حاجة، واخدة لون حلو وكل حاجة ان شاء الله فيها تمام. لو مشيتي بالمقادير زي ما انا قلتلك، بيكون 4 بيض، 3 دقيق، 2 سكر، 1 لبن، و1 زيت. دي المقادير اي كيك بتكون مظبوطة جدا. وزي ما قلنا اللبن ممكن تستبدليه بعصير برتقال، ممكن تعملي نصه برتقال ونصه لبن، ممكن كله برتقال زي ما انا عملت، ما كانش عندي لبن، فكل حاجة تمام. دي شكل الكيك من جوه، قد ايه شايفينها هشة وجميلة ولونها حلو، والصينية حلو مش لازقة فيها طبعا ولا اي حاجة، حلوة قوي. شايفينها قد ايه هي هشة ودايبة. بكم الوصفة، ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة.